الدنيا فيها حاجات كتير حلوة، وبرضه فيها حاجات صعبة. فيها أبواب مفتوحة وفيها أبواب كتير مقفولة. انت بس اللي بتختار تشوفها ازاي، وانت برضه اللي بتقدر تختار طريقك اللي هتكمل فيه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل مع سليم. أنا ميرفت الداوودي، وده بودكاست قطوفها دانية. سليم شاب في آخر سنة في كلية الحقوق، دايما شايف الدنيا صعبة، متضايق من كل حاجة، شايف إن مفيش أمل في شغل بعد ما يتخرج، شايف حياته صعبة ومش ماشية زي ما بيتمنى. وفي يوم قابل أدهم صاحبه اللي على طول شايفه سعيد ومبتسم، رغم إن عنده ظروف أصعب منه بكتير. فسأله: هو أنت إزاي قادر تضحك وراضي عن حياتك كده؟ رد عليه أدهم بابتسامة وقال له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو بصيت على نعم ربنا عليك هتلاقي عندك حاجات كتير تخليك راضي وسعيد. ومن اليوم ده وبدأ سليم يغير نظرته للحياة، وفعلا حياته كلها اتغيرت، اتحول لإنسان متفائل وراضي وسعيد. راحة البال بتيجي من القناعة، من الرضا، من حسن الظن بالله. النهاردة جرب تبص على النعم اللي عندك بدل ما تركز على إيه اللي ناقصك، هتحس بسعادة وراحة بال. واستنوني بكرة مع حكاية جديدة، وكل يوم هناخد من الخير حبة، وقطوفها دانية.